السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة فيديو عن محل القرنبيط. ده الموسم بتاعه. وهنعمل حاجات كتير ان شاء الله الفترة الجاية من القرنبيط. فقلت ابتدي معاكم بالمخلل. هنجيب قرنبيط عندنا اي حجم بقى احنا حابينه يعني. فدي قرنبيطة كبيرة، انا اخدت جزء منها، قليت جزء منها والجزء الباقي عملته مخلل. طبعا هنقطعها زي ما احنا شايفين كده قطع كبيرة، وبعد كده تحت المياه الساقعة هنغسلها ونشيل اي اجزاء غامقة فيها بالسكينة زي ما احنا شايفين كده. ما نسيبش الحتت الغامقة دي لان هي دي بتبقى جواها طينة ورملة، فما ينفعش نسيبها خالص. تحت المياه الجارية كده بنغسل كل الكمية، وبعد كده بنطلعها نصفيها ونبتدي بقى نقطعها لقطع صغيرة اهو زي ما احنا شايفين كده. طلعتها وصفتها وابتديت اقطعها بقى على قد القطع الصغيرة. ما نصغرش حجم القطع قوي لان احنا لسه هنسلقها، فعشان ما تتهريش مننا في مية السلق. عندنا هنا مية على النار بتغلي. هزود عليها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون الحصى، وهنزل بالقرنبيط بتاعي اهو زي ما احنا شايفين. هنزل بكمية القرنبيط وهسيبها بس يا دوبك كده نص غلوة واحدة. وبعد كده هطلعها على مية ساقعة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنطلعها على مية ساقعة علشان تهدى وما تكملش سواها وتتهري مننا. وفي الوقت دوت هكون مجهزة معايا التوابل اللي هتتحط على الخلطة بتاعتها. طبعا مية مغلية ومتبردة، ونص حزمة كزبرة، ومكعب صغير من الفلفل الأحمر الحراق، نص معلقة قصدي معلقة صغيرة من السكر، معلقتين كبار من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا. هننزل دلوقتي بالمية المغلية طبعا ديت مية مغلية مسبقا يعني، ويدوبك كده دافية. هنزل بقى بالملح والسكر ومكعب الفلفل الحراق ومعلقة صغيرة من التوم البودر. لو حابين تحطوا توم صحيح حطوا، لكن بصراحة ده بيعمل له ريحة وبيغير من طعمه. هندوب كل المكونات دي كده. دوبنا المكونات اللي عندنا. هننزل بقى بالبابريكا معلقة صغيرة، وبعد كده هننزل بالبقدونس. بس اهم حاجة لازم كل المكونات دي تدوب عشان ما تفضلش في الطبق لما نيجي نفضيها في البرطمان اهو بالشكل ده. نزلنا بربطة الكزبرة، وادي المعلقة الملح التانية. انا كنت في الاول هعمل برطمان واحد فهعمل برطمانين، يبقى يدوبك كده على البرطمان اللي هو بياخد 750 جرام معلقة كبيرة من الملح. دول برطمانين، يبقى انا كده حطيت معلقتين كبار من الملح زي ما احنا شايفين. بنحط في البرطمان لغاية ما يتملي بالشكل ده اهو. انا عملت الاول وادي التاني، ودلوقتي بقى هحط عليهم المحلول اللي انا عملته اهو كده بقى. طبعا كان بارد خالص. هنبتدي بقى نحط في كل برطمان شوية، وهنسيبه كده خالص. مش هنقفل البرطمان غير لما يكون هادي خالص وطلع كل البخار اللي فيه
علشان البخار دوت لو اتقفل عليه بدري هيعمل ريحة مش حلوة وهيعمل عفن. بس ده كده شكله النهائي. هنسيبه بقى لمدة اسبوع وبعد كده نفتح عليه. ان شاء الله يا رب يعجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة ولايك وشير، والسلام عليكم.